يا اهلا يا اهلا اهلا بيكم في حلقه جديده من الوعي الاخر. وهبدا الحلقه النهارده بعملا بمبدا ask and you shall receive. هطلب منكم انكم تعملوا لايك وشير وتكومنت وكل الحاجات دي عشان نوسع الدايره شويه ونبقى كلنا مع بعضينا كده في نفس الافكار ونتشارك وجهات النظر. الموضوع النهارده بيزد على conversation حصلت بيني وبين صديقه ترفض ان هي تبوح بهويتها اوكي على فكره القبول. يعني هي الموضوع بدا من موضوع القبول. كل حاجه تقولي هو انا لازم اقبل، يعني هو انا لازم اقبل. انا فاكره نفسي مره حضرت حاجه مع داليا عادل كان اسمها صاصه، ازاي نتعامل مع اي جراح او ترومات او كده، وكان فيها اول حاجه ان انا اشوف الحاجه اللي جوايا واقبلها. وانا كنت كل اللي جاي على لساني ما اقبلوش انا مش هقبل. محدش يقول لي اقبلي. ليه بقى؟ لان المفهوم بتاع القبول عندنا عامل ازاي؟ يعني ايه قبول؟ يعني ايه اقبل؟ معظمنا بيفهم، انا شخصيا كنت بفهمها كده، ان انا اقول ان انا اوافق على الوضع اللي حاصل، اوافق على الحاجه اللي بتحصل دلوقتي. بس الحقيقه مع مرور التجارب والوقت وبتاع، معنى القبول جوايا اختلف اصلا. هو انا ما بقتش بقبل بمعنى ان انا يس مام، ان انا بقول حاضر ايوه صح انتوا صح تمام، يعني لا، هي مش ابروفل، هي مش موافقه على اللي بيحصل. القبول بقى بالنسبه لي بمفهومي الشخصي ان انا اقر الحاله زي ما هي، ما احاولش اغيرها، ما احاولش العب فيها. الاعتراف بوجودها هو ده القبول بالنسبه لي. يعني مثلا انا دلوقتي قاعده حزينه ومتضايقه وشايله طاجن ستي، فانا قابله الحاله، قبول ان انا متقبلاها، ان انا بقر بان انا قاعده حزينه ومهمومه وشايله طاجن ستي. تمام. هل معناها ان انا موافقه على الحاله دي او ان انا معترضه عليها، ان هي متوافقه معايا ولا لا؟ ده موضوع تاني خالص. ناخد مثال اعم واشمل يعني، وجي على ذكره يعني انا وصديقتي مجهوله الهويه. مثلا المثليين، فكره ان احنا نقبل المثليين. في فرق كبير قوي ما بين ان انا بعترف بوجودهم، بقر بالحاله انه في بني ادمين غيري توجهاتهم الجنسيه مثليه، اوكي، ده اسمه قبول. لانه بالعقل كده انا لو رفضت هيختفوا مثلا، مش هيبقوا موجودين، هيستلموا موجودين. انا كل اللي عملته ان انا كاني بريزست، انا عماله اقاوم في وجودهم. بس هل مقاومتي للاعتراف بوجودهم هتفيدني في حاجه؟ لا، انا بزق في حيطه لان هو كده كده موجود. فان انا اقبل وجوده معناها الاقرار بالحاله، انه في ناس غيري توجهاتهم الجنسيه مثليه، فتمام. موقفي الشخصي بقى من الحاجه دي بتاعتي انا، دي ان انا يعني ابقى موافقه ان انا اتعامل معاهم، ابقى موافقه ان هم يبقوا دايرتي القريبه، ابقى موافقه او معترضه على ان هم يمارسوا حبهم او يبينوا حبهم لبعض باي طريقه ما قدامي. دي بتاعتي، تخصني، ما تخصهمش هم، دي بتاعتي انا. فانا بقى حقي ان انا بعد ما اعترفت بالحاله ان انا اخد الرد الفعل المناسب ليه. نفس القصه يعني، حد قال لي كلمه ضايقتني، انا محتاجه اقبل ان الكلمه اتقالت، اعترف بوجودها. بلاش الموضوع الطلاق، يعني ده كتير قوي قوي قوي. موضوع ان انا ادخل علاقه واطلع منها وابقى في الدينايل ستيت، انا مش قابله اصلا ان انا اتطلقت، يعني انا رافضه الاقرار بالحاله. عايشه، هل ده هيساعدني؟ مش هيساعدني. انا الاول بقر بالحاله انه انا اتطلقت، وبعد كده ببدا بقى اشوف هتعامل ازاي بعد هذا القبول. لانه في كوت عظيمه جدا بتقول لك you can't change what you cannot accept. يعني انا الاول محتاجه اقبل، اعترف بوجود الحاله ان انا اتخنت. يعني انا عماله اقول ده هدومي ضايق، بس الحقيقه انا اتخنت خلاص، اوكي، ده الوضع الحالي. وبعد كده اشوف هتعامل معاه ازاي، هقبله مش هحاول اغيره، ولا لا والله هروح اعمل دايت ولا خلاص. يعني توك تو ماتش في القصه دي اول حاجه. تاني حاجه بقى موضوع الكوتشز والعلم النفس والحاجات اللذيذه اللطيفه اللي كلنا بنتكلم فيها طول الوقت، بتحط ساعات بيردنز على الناس، يعني احمال، بدل ما تساعدهم يعيشوا حياتهم بطريقه اسلس، بطريقه اريح، ان هم يبقوا متوافقين مع اللي جواهم. ففي فكره انا بشوفها فكره مؤذيه بصراحه، مش عشان انا شخص بيحكم على الناس او ان انا مرتاحه في ان انا بقول ان انا بحكم على الناس، بس لان هي فكره غير واقعيه. فكره انه ما تحكمش على حد، ازاي يعني؟ هعملها ازاي؟ انا نفسي افهمها، لانه برضو مفهوم الحكم عندي مختلف يعني عن حاجات تانية. يعني مثلا انا بشوف ان انا لما بحكم على حاجه بيبقى فيها تعميم. مثلا ان انا بقول الخواتم المربعه دي مقرفه جدا، ما بتلاقيش على اي حد، خلاص ده حكم. ان انا حتى ما اديتش لنفسي مساحه ان انا
اراجع وجهه نظري في الموضوع، او حكم ان كل الرجاله خاينين. اي حكم فيه تعميم انا بشوفه حكم، بس غير كده لما اقول والله انا كنت مرتبطه بواحد وكان ابن امه ابن امه، هو انا كده مش بعمم، انا بقول واقع تجربتي. انت عايز تسميها حكم ان انا حكمت على الشخص ده ان هو ابنه، سميها يا عم وخدها زي ما انت عايز تاخدها عادي، بس ده رايي من واقع تجربتي. الموضوع برضو بتاع الاحكام انه كل الستات بيحبوا الفلوس، بيحبوا الشوبينج، ده حكم عام جدا. بس لما اقول والله انا اعرف 2 3 من صحابي يا روحهم انت يا بنتي ما بتبطليش تعملي شوبينج، ده مش حكم، انا رايي من منظوري الحته دي. وهكذا يعني طول ما احنا ماشيين في الحياه احنا طبعا سيئين في روايه احدهم، بس هو لما يعني مثلا ازاي لما انا اتعرض لموقف مع حد وهو يشوف مني الوجه الاخر، مش الوجه بقى الحكيم اللذيذ اللطيف اللي قاعد بيتكلم ده، يشوف الوجه اللي فيه اجريشن ويشوف الوجه اللي فيه عنف ويبقى الوجه اللي فيه غضب ووجه اللي هو فيه دفاع باستماتة عن حدودي وحقوقي وكلام من ده، فيبدا يقول لك دي مش طيبه، دي لا 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 ده هنا دي مش طيبه خالص، دي قويه ومفتريه. ماشي انت شفت الحته دي مني، بس انا مش كلي كذا، يعني هقول في الموقف ده انا شفتها في الحاله دي، انت ما كدبتش لان هو ده فعلا حته مني. ففكره الاحكام هو الحكم طالما هو مش دائم وابدي ومعمم، فتمام يا عم قول رايك. وانت هتعيش امعه محتاج ان انت تقبل كل حاجه رايحه جايه وتوافق عليها وتقول امين، ومحتاج ان انت كل حاجه بتعدي قدامك ما تقولش رايك فيها عشان خاطر ما يبقاش اسمك ما بتحكمش، يعني it doesn't make sense بصراحه. وبرده الحكم برده هي في حاجه مهمه جدا في موضوع الاحكام دي، ان الحاجه اللي بتتقال انا بلاحظها في نفسي، بس دي على فكره كلها دايست على تجربه شخصيه، يعني مش حاجه اللي هو بديكوا ليكتشر او ان انا بقول ان هو ده الصح، يعني لا دي تجربتي انا الشخصيه. انا بشوف دايما ان انا لما بحكم على حد بيبقى في حاجه من الاثنين، يا اما هو في حاجه بتتريجر مي جدا، حاجه يعني انا ما بقبلهاش خالص سواء كانت يعني في نفسي، فانا ما بقبلهاش، زي مثلا انه good communication skills، لما حد بيجي يتكلم وبيقعد يعني يلف ويدور في الكلام وما بيقولش الحاجه straight forward، فانا حكمي على الشخص ده في الموقف ده ان هو مش دغري، بني ادم مش دغري. ليه؟ لان دي حاجه انا برفضها جوايا اصلا. او حاجه تانية ان هي بتبقى بتكسر فاليو جوايا، يعني مثلا لو حاجه اللي هي بتاع مش استنوا هجيب لكم مثال، لو حد بيقول على واحده ان هي دي بتعمل اللي هي عايزاه ومش فارق لها حد، فالمعنى ده يحمل حاجتين، بس انا اللي عارفه الاثر بتاعهم جوايا. لو انا حكمت على واحده ان ايه ده بقول عليها لا 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 دي سيبك منها، دي بتعمل اللي هي عايزاه وملهاش دعوه بحد، فيا اما انا ببقى تريجرد لان هي بالنسبه لي ماشيه على حل شعرها وانا نفسي اخد حريتي دي بس مش عارفه، فبحكم عليها الحكم ده او بقول الراي ده فيها. او الحاجه الثانيه ان انا بقول ده من باب ان انا بقدر القيمه بتاعه الحريه، ان هي بتعمل اللي هي عايزاه وما بيفرقش معاها حد، ان انا بامبريس الفاليو دي اللي هي اوريدي فاليو مفعله جوايا. او فاليو ثانيه ان احنا لا لازم نتحط جوه الاطار المجتمعي والعادات والتقاليد وكذا وكذا، وهي كسرت العادات والتقاليد ودي فاليو مهمه بالنسبه لي، فحكمي عليها ان هي ماشيه على حل شعرها. فيا اما يعني من الاخر برضه عشان ايه حاسه ان انا توهتكم معايا، لو ما تهتوش قولوا ان انتوا ما تهتوش، ان هو ايا كان الحكم اللي انا بقوله او رايي في الموقف ده مع الشخص ده، فهو حاجه بترفلكت حاجه جوايا، يا اما حاجه انا برفضها لان عندي منها او مش عايزه اشوفها او حاجه انا برفضها لان هي بتكسر قيمه جوايا، يعني في قيم اصيله جوايا بتتكسر، فانا بحكم على الشخص مثلا اللي بيلف ويدور انه كذاب، الشخص ده كذاب انا مش هتعامل معاه، ليه؟ لان عندي قيمه صدق عاليه. فاني هاو الاحكام انا ما بشوفش خالص ان هي مسبه وان احنا نبطل نحكم على الناس. انا طالما انا واعي ومدي نفسي المساحه بتاعت ان حكمي قابل للتغيير وان حكمي ده نابع من موقف معين وين فانا تمام ماشي. ندخل بقى على اخر لقطه اللي هي بتاعت المسؤوليه. انا اتعلمت من داليا عادل حاجه مهمه جدا في موضوع المسؤوليه ده، لان هي كلمه لما كنت بسمعها بتوتر، انه يعني لما حد يقول لي ايه ما هو برضو مسؤوليتك ان انت تصلحي العلاقه دي، ما هو برضو مسؤوليتك ان انت تراعي العيال دول، ما هو برضو مسؤوليتك ان انت تحافظي على شغلك، كل حاجه بحس ان انا لما الحاجه دي بتبوظ ان انا بيشار اليا بالبنان ان انا صبع الاتهام ان انا غلطانه، فانا لازم ادافع عن نفسي واقول ابرأ نفسي من المسؤوليه، يعني كأن هي حاجه احنا بنبقى عايزين نتخلى عنها.
فكره المسؤوليه دي، ان هو لا انا ماليش دعوه، ده مش دوري، ده دور فلان، ده انا بعملها كده تفضل، هو اصلا ده مش بتاعي، ده مسؤوليه فلان، عايزه ارميها على حد تاني. بس الحقيقه في الكتاب بتاع هيل يور لايف بتاع لويس هاي كانت بتعرف الريسبونسبيلتي، وبتقولها بمعنى جميل قوي قوي قوي. يعني بتقول ان الريسبونسبيلتي هي ريسبونسابيلتي، يعني القدره على الاستجابه. القدره على الاستجابه دي لما انا فهمت المعنى ده بقيت بحب اشيل مسؤوليه جدا، يعني لان القدره على الاستجابه دي حاجه نابعه من جوايا مش من برايا. يعني مثلا حد قال لي كلمه مش على هوايا، فانا قدرتي على الاستجابه انا مختاره بقى اختار استجيب ازاي. دي الريسبونسبيلتي، دي مسؤوليتي، ان انا يا اما مثلا هتجاهله تماما، يا اما ان انا هرد واحط عليه which is always my favorite reaction بصراحه، يا اما الحاجه الثالثه ان انا هقعد واتفاهم معاه واوضح له انا حسيت بايه وكذا وكذا وكذا. فدي الريسبونسبيلتي. فلما دايما بقول على فكره العلاقات والديتنج والكلام ده ان مسؤوليتك، لو انا قابلت واحد حكاك حشاش عايزني في السرير بس مش عايز يدخل الى سيريس ريليشن شيب، فلما بقول ان مسؤوليتك ان انت تتعاملي مع هذا الموقف، تقول لي ما هم اولاد كلب. طب ماشي، هو ابن كلب، انا مش معترضه خالص على رايك فيه دلوقتي خالص، بس هو ابن كلب. انا فين بقى الريسبونسابيلتي بتاعتي تجاه ابن الكلب ده؟ فين؟ معلش هو الكونتنت يبان للستات، بس هو يعني ستات ورجاله، انا اصلا نص اللي بيشوفوني رجاله، statistics بتقول يعني، بس انت خدها وقيفها على نفسك قشطه يعني ماشي. فاني هاو استجابتي انا بقى للفعل ده. حد بيقول لي والله انا عايزك سبمسيف، انا هعمل ايه؟ مش هقعد اقول اصل الناس بقت وحشين خلاص، انا كده حطيت حكم حبسني اصلا، يعني كل الناس بقوا وحشين، حطيت حكم حبسني جوايا اساسا. بس انا خلاص سمعت الكلمتين وبعد كده مش عايزه اصلا رياكت ناحيه الحاجه اللي بتتقال دي، فاختار ان انا امشي ابعد واسيب. دي الريسبونسابيلتي بتاعتي. او ان انا اقول له يا ابني انت متخلف، ادخل في جدال، او ان انا اتجاهل الموضوع، وات ايفر بقى الرياكشن بتاعي. فلما بقول ريسبونسابيلتي او دي مسؤوليتك، هي مش اصابع اتهام خالص، يعني انا مش بتهم حد ان انت مش بتشيل مسؤوليه، يعني بالمفهوم اللي قلته لكم من شويه. انا كل اللي بقوله ان انت عندك حريه الاختيار، لانه يا جماعه فيها سعه خطيره جدا، فيها سعه كبيره قوي ان انا اختار اتعامل ازاي مع الناس اللي قدامي. واكشولي ده بيوسع دايرتي، يعني بيوسع الفكره بتاعتي ان انا مش محبوس جوه الزنقه دي. يعني مثلا الريسبونسابيلتي بتاعتي تجاه ان انا عندي احتياج معين غير ملبى، انا عايزه اسد احتياج بان يبقى في زوج في حياتي او زوجه في حياتي، فانا عندي ريسبونسابيلتي، قدره على الاستجابه تجاه هذا الاحتياج. يا اما ادور على حد اصاحبه، افك الواحد ب10 اصاحب دي ودي ودي وده عشان خاطر اسد الاحتياج ده، ان انا اشبع ذاتي بهذا الاحتياج. فانا عندي اوبشنز، بس طول ما انا شايفه انه الاخر هو اللي المفروض يبقى كويس عشان اعرف اتعامل معاه، مش هعرف اتعامل مع حد. تمام. فمعلش ده كان بس ريكاب، وشكرا صاحبتي مجهوله الهويه للمكالمه بتاعت امبارح على القصه بتاعت المفاهيم اللي بتتقال من كوتشز، بتتقال من ثيرابيست، وبدل ما تخفف علينا حياتنا تخلينا عايشين مرتاحين والايند اكتر مع نفسنا، بقت بتحط علينا بيردنز ان انا كده وحشه بحكم على الناس. احكم يا حبيبي براحتك براحتك، ان انا مش قابله براحتك برضو. يعني القبول بمفهومي اللي قلته لكم من شويه، لو مش عايز تقبل خلاص ما تقبلش، اقعد رفص 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 رفص، في الاخر كده كده الواقع واقع هو حاصل. شوف انت بقى الريسبونسابيلتي بتاعتك ايه. وقصه احساسي بالمسؤوليه، الثلاثه لما بيجتمعوا احنا بنبقى كده شويه مرتاحين مع نفسنا اكتر، لانه قبل حالي زي ما هو انا شخص بحكم على الناس، انا شخص عندي قدره على الاستجابه تجاه الحاجات اللي انا عايزه استجيب لها، انا شخص بيقبل حاجات، يعني بيقبل وجودها وبعترف بيه، بس برفض اتعامل معاه او برفض دي يكونوا في دايرتي. حقي تماما، كل ده حقي. بس يومكم جميل، وتاني وتالت ورابع بتحبوا ولا تنسونيش شير ولايك وبليز كومنت. يعني مش معقول عمال اقول لكم كلام حلو انتوا مش بتقولوا اللي اثر فيكم ازاي. يعني شير كده الحاجات دي بتتحرك فيكم ايه. بس شكرا، واتمنى ان ظهوري الكتير ما يكونش يعني بقيت كتير تو ماتش، بس هي معلش انا بقى عندي فتره نشاط كده، بعد كده بدخل في الهايبرنيت، مش هتشوفوني بقى، نستفيد بالفتره دي سوا. يومكم جميل، باي باي.